امتى بتظهر الدوالي أثناء فترة الحمل؟ وليه بتكتر عند الحوامل؟ وإيه هي الأماكن اللي بتكتر فيها الدوالي؟ طب إيه هي أسبابها وطرق الوقاية منها؟ هجاوبكم على كل الأسئلة ديت، بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. أهلا بكم يا حبايبي، وحلقتنا النهاردة عن الدوالي. طبعا الدوالي دي مزعجة جدا ومؤلمة جدا جدا، ده غير إنها بتسبب منظر غير جمالي بالنسبة للستات. لازم تعرفوا إن الدوالي بتيجي للستات وللبنات والرجالة والشباب وكمان الأطفال، لكن بتكتر عند الحوامل. ليه بقى؟ علشان أثناء الحمل بيزيد حجم الدم من 10 ل 15%، وده بيأثر على وظيفة الأوردة. والسبب التاني زيادة الوزن وقلة الحركة للحامل، ده غير ضغط رحم الحامل بيأخر عودة الدم، وبكده بتتراكم الدم في الأوردة. ده غير كمان الهرمونات اللي بتفرز أثناء الحمل. طب امتى بتظهر الدوالي للست الحامل؟ بتظهر في التلت التاني من الحمل. طب يا ترى ايه هي الأماكن اللي بتظهر فيها بزيادة؟ هي ممكن بتظهر في أي مكان بالجسم، لكن أكتر حاجة الساقين والفخدين. تعالي بقى هقولك ايه هي أسبابها عشان تاخدي بالك. الوقوف وقت طويل، وكمان لو قعدتي وقت طويل، وخصوصا لما تقعدي وتتعنطزي كده وتحطي رجل على رجل لمدة طويلة، ده غلط يا بنتي، دي مش عنطزة ونزاهة. يا إما بيكون سبب وراثي أو سبب خلقي. تعالي أقولك إيه هي طرق الوقاية. هتمشي كويس وتستريحي على جنبك من وقت للتاني، ولما ترتاحي يا بنتي تحاولي تخلي رجلك مرفوعة شوية غير مستوى جسمك، ولو أمكن تلبسي شراب للدوالي عشان تحرصي على نفسك. يلا يا حبايبي، وقت حلقتنا انتهى. هشوفكم على كل خير، وهستنى رسايلكم على صفحة البرنامج، واستنوني في حلقة جديدة ومفيدة من برنامجكم الداية.